السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم صوص البشاميل المظبوط الكريمي اللي تقدري تعتمديه في اي صينية مكرونة بشاميل او نجريسكو او اي مكرونة هتعمليها. هقول لكم كمان على الاضافات اللي بحطها على البشاميل. في 3 اضافات بحطها. كملي معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدي من الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا ببقى يعني عشان تعملي البشاميل يكون طعمه مميز، فاللبن مهم قوي ان هو يكون كامل الدسم، يعني ما يكونش حليب مبستر او كده، بيفرق برضو في الطعم بصراحه. فانا بجيب كميه اللبن بتاعتي واغلي اللبن عادي خالص واسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده بغطيه وادخله التلاجة. تاني يوم بقى بطلع القشطه دي من على وش اللبن كده، اللي هما بيسموه الخير يعني بتاع اللبن. بس فالقشطه دي بشيلها عندي في الفريزر بقى عشان ما بحبش اكلها وكده يعني. وان شاء الله نعمل فيديو ازاي نحول القشطه لسمنه. المهم يعني هوزن بقى دلوقتي دي كميه القشطه اللي انا طلعتها، وهوزن كيلو لبن. ده اللي انا هشتغل بيه ان شاء الله في البشاميل. وان شاء الله الفيديو اللي جاي يكون الطريقه كامله للمكرونه بالبشاميل. بس انا حبيت بس اخصص الفيديو دوت لطريقه البشاميل خطوه بخطوه للناس اللي لسه مبتدئه. هنا انا عيرت في اللبانه دي اصلا مقدارها كيلو، هي ليها يعني معيار معين كده، بتاخد كيلو بس يعني، حتى يعني انا زودت شويه كمان عن الكيلو، بس هو بتاخد كيلو يعني. وحطيتها على النار عشان هسخن اللبن هخليه مغلي. هنا حله فاضيه سخنه، نزلت فيها مكعبين من الزبده او 3 مكعبات. لان المفروض ان معيار انتي بعينيكي الزبده تكون قد الدقيق، فلو عاوزاه بالمعلقه هيكون لكل معلقه دقيق معلقه سمنه. طبعا انا هنا مستخدمه زبده مش سمنه، فانا بشوف برضو بعناية كده ان انا بعد ما الزبده تسيح حطيت معلقتين زيت كده مع الزبده. ونزلت هنا انا معايره في الطبق ده 3 معالق دقيق كبار. 3 معالق دقيق كبار. فهنزل كده الدقيق بعد ما الزبدة سخنت جدا. وهنا انا احتجت ان انا احط معلقتين زيت على وانا شغالة حسيت ان الدقيق محتاج تاني. عاوزة اقول هنا بقى حاجة، المادة الدهنية دي بتاعتك، يعني في ناس بتعمل البشاميل بسمنة خالص، في ناس، انا بس هنا هغير بس اللي هي الاسباتولا. في ناس بتعمل بشاميل بسمنه خالص، في ناس بتعمله يعني بسمنه وبزيت. اوكي. فهنا انا كل اللي انا عملته ان انا حطيت زبده وزيت عباد بس، وحطيت الزيت بالظبط كان معلقتين في الاول ومعلقه، ف3 معالق ومكعبين من الزبده على حسب كميه الدقيق بتاعتك. وطبعا لكل نوع دقيق على حسب ما هو بيشرب الماده الدهنيه. فالمادة الدهنية دي يعني براحتك. ولكن عايزة اقول ان لو السمنة نوعها كويس والدقيق نوعه كويس واللبن كامل الدسم، البشاميل بيطلع طعمه خطير وبجد بيبقى غني جدا وطعمه رهيب مش من غير اي حاجة. هنا انا غليت اللبن، انا عايزة اللبن يكون سخن عشان يعني انا متعودة ان انا اعمله بالطريقة دي وبيطلع معايا مظبوط وما بيكلكعش مني ولا اي حاجة. انا هنا خلاص الدقيق بدأ يتحمر معايا، انا عمالة احمر فيه، فابتدى لونه هنا يتغير. بعرف منين؟ بعرف من الحروف. ابتدى خلاص، انا مش عايزه عشان انا طبعا حاطه زبده فاللون مختلف شويه عن السمنه. تمام. فهنا حسيت ان هو خلاص، يعني انا المفروض ان انا دلوقتي هنزل بقى باللبن. انا بس في الاول هنزل بحوالي نص كوبايه كده بس، بحيث ان انا يعني بالراحه كده بس اجمع الدقيق كده واقعد الف فيه بالراحه كذا لفة كده، بحيث ان انا يعني اخد الدقيق كله كده، اقعد الف فيه كده بالمعلقة، بحيث ان انا احس ان هو بقى حاجة واحدة، يعني قوام واحد كده متماسك. علشان بعد كده هتنزلي باللبن كله، كمية بقى اللبن كلها اللي هي الكيلو لبن، بعد كده هنزل بيه كله. بعد ما انا انا على مرتين كده حطيت حاجة بسيطة من اللبن، وبقيت يعني الف في الدقيق بحيث ان اخلي القوام بتاعه يبقى قوام واحد يعني. بس كده انا هنا هنزل بقى باللبن كله، وهعلي هنا النار. انا كنت مهديه النار اول ما نزلت باللبن، كنت مهديه النار كانت هاديه خالص. بعد ما الدقيق اتحمر وابتديت انزل اللبن بالراحه، كانت النار كنت هديتها في ثانيه بقى علشان ابتدي اعمل بالراحه كده، ويعني ما احسش ان يعني اتحكم في الوصفه بتاعتي. دلوقتي بقى اول ما نزلت باللبن النار برجع اعليها تاني على نار عالية، وابتدي بقى في التقليب. بقى مستمر علشان ادوب اخليه كله قوامه حاجة واحدة.
تمام. هنا بس انا هحط رشة جوز الطيب. دي اضافة التوابل اللي انا هحطها، هي رشة جوز الطيب، وهحط حاجة كمان شوية. طبعا جوز الطيب في ناس ما بتحبش تحطها، براحتك. انا بحب احط جوز الطيب وحبهان، وفي ناس تانية بتحب تحط سنة قرفة برضو، بتبقى حلوة قوي في البشاميل. بس بحبها يعني لما باجي اعمل بشاميل باللحمة. انا بصراحة الوصفة دي عاملة البشاميل ده عشان هعمل فراخ، هعمله بحشو فراخ، فهعمل مكرونة بالفراخ يعني. فمش هحط في دي في البشاميل ده قرفة، يعني هحط بس جوز الطيب وحبهان. هنا ابتدى البشاميل قرب اهو يغلي معايا كده، سخن كده، ابتدى بقى يبقبق كده، اللي هو خلاص. دي حبهان مطحون ومعلقه ملح، دي صغيره. هقول لكم ليه صغيره، لاني لسه هحط حاجات تانية، فعشان ما يحدقش معايا هظبط الحدق يعني. مهم قوي ان انت تظبطي برضو حدق البشاميل، بلاش يبقى حادق. كل ما كان البشاميل عادب كان احسن. هو المفروض كده ان القوام هنا مظبوط، بس انا هحط برضو كبشة من مية المكرونة. هو كيلو لبن بصراحة كان يعني على الكمية ما كانش وحش، بس انا حبيت برضو خففه سنة، فلو احتجتي عادي جدا خدي من المكرونة كبشة كده وظبطي المقدار بتاعك. دلوقتي بقى هحط اول اضافة. انا هنا بقى هديت النار علشان انا المفروض ان انا هحط الاضافات بتاعتي وهقفل. انا مش عايزاه يغلي، اللي هي القشطة. بس الكمية دي كبيرة، فانا هاخد بس نص الكمية وانزلها. حاول بقى، يعني انا بحاول هنا بس انزل اللبن، علشان عايزه اشيل القشطه من غير لبن في التلاجة يعني. فهاخد بس معلقتين قشطه كبار كده. الاضافه التانية اللي انا هحطها هي جبنه كده، اللي هي الجبنه الكريمي، او لو كانت مثلثات او اي جبنه عندك. الجبنه اللي انا هحطها هي جبنه كيري. دي جبنه كيري سايحه، هحط معلقه بس منها. بصراحه يعني بتبقى بتودي الطعم في حته تانية. والاضافه دي بقى من عندي. دي جبنه براميلي. ممكن توقفي الشاشه كده وتبصي على الجبنه، هتلاقي لونها مصفر شويه. الجبنه دي انا ضمناها لان انا بجيبها من اللبان بتاعي، هي جبنه براميلي بتبقى اصلي. بتبقى لونها كده مصفر شويه لانها معمول بلبن طبيعي مش بلبن صناعي. فلو انت عندك جبنه معموله بلبن طبيعي، او لو انت ضامنه الجبنه البراميلي دي حطي منها، لكن غير كده ما تحطيش غير الاضافتين اللي هي القشطه والجبنه التانية اللي هي الكريمي، او مثلثين من الجبنه لو عندك. تمام. لكن انا كل اللي انا عملته دوبت بقى المكونات وقفلت النار، وده كان القوام بتاع البشاميل بتاعي. هنا بقى اللي شاف معايا الفيديو لحد هنا ووصل معايا لحد هنا، انزلي بقى حطي لايك للفيديو، لان ده بيدعمني اكتر وبيخلي الفيديو يوصل. ولو عجبك الفيديو اكتبي لي تعليق وقولي لي ايه رأيك في الوصفة بتاعتي، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير.